قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. خبر صادم لجماهير نادي الزمالك: رفض استشكال مرتضى منصور على حكم الحجز على حساب نادي الزمالك. يذكر أن قاضي التنفيذ رفض تظلم رئيس الزمالك وأمر باستمرار إجراءات الحجز على أرصدة نادي الزمالك والتنفيذ لصالح ممدوح عباس بعد مراجعة الأوراق والتأكد من صحة الأحكام. وتم رفع الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت القرار. وأكدت المحكمة خلال نطق القرار أنها قررت استمرار إجراءات الحجز على أرصدة نادي الزمالك والتنفيذ لصالح ممدوح عباس بعد مراجعة الأوراق والتأكد من صحة الأحكام الصادرة لصالح الأخير. وكشف كمال شعيب محامي ممدوح عباس أنه لم يتم الحجز على أرصدة نادي الزمالك سوى من بنك واحد فقط، وذلك بعد حديث مرتضى منصور رئيس الزمالك الحالي حول وجود سيولة مادية في الوقت الحالي تقدر بنصف مليار جنيه، حيث تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بحجز ممدوح عباس على حسابات نادي الزمالك بجميع البنوك المصرية، لذا وجب توضيح بعض الحقائق. وأكد شعيب أن ممدوح عباس رفض الشروع في اتخاذ أي إجراء تنفيذي بخصوص الأحكام النهائية واجبات النفاذ إلا بعد انتهاء كافة البطولات الرياضية التي يخوضها النادي وانتهاء الموسم الرياضي، حتى لا يؤثر ذلك على أي من الفرق الرياضية، وذلك على الرغم من استمرار الإهانات اليومية التي يتعرض لها ممدوح عباس من إدارة النادي الحالي.